كيبدا الفيلم ديالنا مع هاد البنت اللي كانت سميتها نارا اللي كيكون العرس ديالها على واحد يلا عرفاتو هاد يومين، يعني زواج المصالح وصافي، زواج تقليدي. وفي نفس هاد الوقت اللي جالسه هي مبرزه كيكون جونغ الخطيب ديالها القديم جالس كيندم على العشره الغاليه حيت خلاتو مشات تزوجات. كيبقى غير كيبكي وكيقول علاش خلاتني. هنا صاحبو طلع ليه الدم وكيقول ليه نوض بركه مصدق طاكسي على حسابي وسير عندها، راه انت اللي ضيعتيها من يديك وما درتي حتى شي حركه. جون كيقول لي عندك الحق، خاصني نمشي نخطفها ومن العرس ودابا نيت. يلا كيجي خارج حتى كيتفاجئ بنار واقفه قدام الباب. هنا كيطيح بقوه الخلعه حيت سحبت ليه غير الشبح ديال النار هادي. فاش كيرجع ليه العقل كيقول لها راني كنت جاي عندك باش نخطفك. كتقول ليه ايوا دابا من بعد نهضروا نوض خلص الطاكسي اللي جابني راه كيتسنى على برا. كيخرج يخلص مول الطاكسي وكيرجع عندها يرغبها تسامحو حتى كتقول لي صافي راني سامحتك، ولكن المره الجايه ما تبقاش تعطل عليا وبقى دير شي حركه. في النهار الثاني كيمشي باش يتقابل مع الام ديالها باش يطلب يديها وكيكون ميت بالخلا حيت هما كانوا لاباس عليهم وخاف مامها تكون شي عقروشه. كيكون جالس قدامها بحال داك الدري الصغير، واول ما كتشوفو كتقول ليه انت هو اللي هربتي بنتي من العرس وشوهتني قدام الناس، هاك شرب هاد العصير باش تنسى هادشي كله وقع بسببك. وكتبان عليها قاصحه. المهم دخلت معاه في المعقول وسولاتو شنو خدامه ولدي. كيقول لها يلا كنوجد واحد الامتحان المحاماه. قالت ليه لا قول لي راك بيطالي ماشي كتوجد. وقالت ليه واش عندك شي دار ولا حتى هي مازال عاد كتوجد ليها. ما عرفتش كتسول هذا السؤال هو مازال بيطالي. فهنا فاش جاوبها ما عندوش جبدات الفلوس وعطاتهم ليه وقالت ليه سير شري شي ابارتمون في نفس البلاصه في كاينه دارك وبين الناس باللي انت اللي شريتيها، ولكن ما تعوش غنعتبرك راجل بنتي، ولكن من هنا للفوق غادي تكون بحال ولدي. بقى تقول لي يا ماما هنايا خونا تخربق ما فهم والو وما فهمش هاد الهضره كيفاش خرجت من هاد السيده، ولكن سيرها على قد عقلها وخلاص حيت كان كتبان قاصحه، ولكن صدقات واحد النسيبه اللي ما كاينش بحالها. من بعد ما سالاو قالت ليه وجد راسك باش تقابل باي النار اللي كنشوفوه دابا باغي يقتل جونك وما حاملش يشوف كمارته، وجر هذيك المكحله ديالو باش يصفيها ليه لو ما كانتش ناره كره كان في عدد الموتى. دوزو ايام ودار واحد العرس صغير على قد الحال حيت العرس اللي فات ما كانش صدق، واصلا هذوك المعازيم اللي عرضوا عليهم ما غاديش يجيو، كانوا غير شي وحدين قريبين ليهم وصافي. هنا هي جده مسكينه ما كانت فاهمه والو وكتسول كيفاش هاد البنت غادي تزوج مره تانية ياك عاد كان عندها العرس السيمانه اللي فاتت. ومن بعد ما دازت عام على هاد العرس كنشوفوا ان هذيك السبع ايام ديال الباكور راه تسالات وما بقاوش حاملين بعضياتهم وكل واحد باغي يقتل الثاني. كل صباح قبل ما يخرجوا كيكبتوها عاد كيمشيو للخدمه. وهنا عرفنا بلي نارا ولات منتجه افلام كبيره ومشهوره وجونغ اخيرا ولا خدام في مكتب المحاماه. فاش كيرجعوا للدار كلها كياكل بوحديتو. هنا فاش جونغ كيرجع للدار كيلقاها مرونه لما عن مغسولينش، هذاك الشيء كما خلاه في الصباح كيلقاه في الليل. ودابا كنشوفوهم في محكمه الاسره باش يطلقوا. بدات نارا كتعاود القضيه وكتبين انها بريئه. الصراحه تخينه هذا كياكل الماكله ما كنحملهاش، وزيدون عنده القولون وقلب لينا الدار الريحه طول النهار. جاوبها جونك سمحي لي على لا انا راه درويش وماشي لاباس عليا بحالك، وانت ديما كتبغي تمشي فوق المستوى ديالك وما كتعبريناش لا انا لا تريكتي. وقالت ليه كتسلف وانت كخدام وانت اصلا شومور، ومن تما هو شد لي هاد الاسطوانه. وهنا ردات عليه وقالت ليه نسيت تمك اللي كل ما كتشوفني كتقول لي انت ما كتعرفي ديري والو حيت مزيوده فمك معلقه ديال الذهب، فيما كتشوفني كتعايرني. المهم ما سالاوش كل واحد فيهم كيجبد الفضايح ديال الاخر حتى عياو منهم في المحكمه وقالوا ليهم راكم طبختوا لينا راسنا، دابا غادي نعطيوكم الشهر تصالحوا فيه ولا رجعوا تقوا طلاق رسمي. خرجوا مره واحده اخرى من المحكمه وكانوا متناقرين على شكون اللي غادي يدي الطوموبيل. هنايا جونك خطف السوارت وهرب للطوموبيل، وهي ديك الساعه اضطرات انها تركب معاه بزز وبقاو مدابزين في الطريق حتى داروا كسيده خايبه ومساكن ضغطوا بجوج. فاش فاقوا بجوج في السبيطار لقاو راسهم فاقدين الذاكره وحتى واحد معقل على عائلته. هنا الطبيب مشى باش يشرح لهم حالتهم وقال لهم باللي يقدر يكونوا شي اعراض جانبيه. جونغ سولاتو واش ولدي ولا عنده تخلف عقلي. هنا الطبيب حاول يقرب لهم الفكره اكثر باش يفهموا وقال لهم بحال داكشي اللي كتشوفوا في الافلام فاهمين. قالت ليه الام ديال جونغ يعني دابا الا خبطتو بشي حاجه ثقيله في راسو غادي ترجع ليه الذاكره ساهله هادي. فخرجوا الدريه الجرده وبقاو كيرجموا فيه بالحجر حتى جات وحده في راسو وسخف مره واحده اخرى ورجعوه للبيت. فاش فاق اكتشف بلي ناعسه حداه في البيت هي مراته اللي تخلعت وقالت للممرضه واش انا بصح مزوجه بهذا، فين كانوا عينيا تديت هذا لا زين لا مجي بكري.
كانت مصدومه مراسها انها مزوجه به. اما جونغ فكان فرحان بزاف حيت كان مزوج بهذا الزين هذا. فاش فتح التليفون هو لقى واحد التذكير ديال نهار 15 في هذا الشهر هذا. وفاش سولها واش كتعرفي هذا النهار شنو فيه، قالت ليه اي حاجه وخلاص يمكن عيد الزواج ديالنا. هنا دخلت نامي اللي كانت هي الاخت نارا وقالت لهم لا هذا راه النهار ديال الطلاق ديالكم الرسمي، المهله ديال المحكمه غادي تستعلى في داك النهار. وفي هذا الوقت الامهات كانوا جالسين مع الطبيب اللي قال لهم حالتهم استقرت ويقدروا يخرجوا في اي وقت، ولكن كاقتراح نقدر نعطيه لكم هو انكم تخليهم يعيشوا مع بعضياتهم باش يرجعوا الذاكره بسرعه كبيره. ولكن في الاول ما بغاوش حيت وحده ما كانت كتحمل الاخرى، ولكن في الاخير وافقوا، ولكن بشرط اللي كان هو ان نامي تعيش معاهم باش تفرق بيناتهم حتى يرجع لهم العقل ويطلقوا. فاش رجعوا للدار لقاوها مرونه بحال شي زريبه. نامي حكمت عليهم يجمعوا الدار كامله دابا نيت، وفعلا رجعوها كدش. وفي الليل ضربات جونغ الفيقه وبغى يمشي للطواليت، وهنا تخرج ليه نامي وقالت ليه فين غادي البطل. بقى كيشرح ليها انه راه غادي غير للطواليت وما غاديش يمشي عند اختها. ومن بعد مده، من بعد شي ايام كنشوفوا انهم داروا لهم حفله وعرضوا على كاع صحابهم باش يعاودوا لهم ذكريات قديمه لعل وعسى ترجع لهم شويه ديال الذاكره. جاو صحاب المدرسه اللي كانوا معاهم في الخدمه وبقاو كيعاودوا لهم قصص مؤثره، ولكن والو حتى واحد ما تفكر شي حاجه. جونغ مشى للطواليت وهنا تلاقى مع واحد صاحبه اللي هو معقلش عليه، اللي كان تعرف عليه في العسكر، وهو اللي كان عرفه على نارا في واحد البار. قال ليه جونغ كان درينيه وكيقرا بزاف بزاف بزاف، كان كيموت على شي حاجه سميتها القرايه. وصحابو جابوا ليه نارا تجلس معاه وبقاو كيضحكوا عليه. نارا كانت سكرانه طافيه وهو خاف منها وهرب. هو راجع للدار لقاها مدابزه مع شي وحدين، ديك الساعه تنقدها وداها للسبيطار، ولكن ما يمشيش عقلكم بعيد حيت ما تعجباتش به هو. واخا دار مع هذا الجست كله بغات هذاك الطبيب اللي كان في المستعجلات وتصاحبت معاه، ومن بعد هو غدر بيها وخانها. ومن بعد ايام كنشوفوا جونغ تلاقى مع نارا مره واحده اخرى. نارا كانت من تحت الشتا وما عندها لا مضل لا طوموبيل لا والو، فهنايا دار عليها المضل وعرض عليها انها تمشي معاهم في الطوموبيل. وداكشي اللي كان مشات معاهم، وبحكم انه كان خجول وهي كانت كتعجبو بزاف كتب ليها في الكره ديال البيسبول باللي باغا تمشي معاه الماتش الجاي. قالت ليه علاش هاد التململ كامل، عطيني نمرتك دغيا نتصل بيك. لحقاش هي كانت وحده اللي ما كتعرف شي حاجه سميتها الحشمه. ونرجعوا دابا للوقت الحالي، غاديين كاملين عند الدكتوره ديال التنويم المغناطيسي باش يرجعوا شويه ديال الذكريات. وبدات بجونغ وسولاتو وقتاش حسيتي بلي مراتك كتكرهك. عاود ليها باللي النهار امتحان المحاماه تلقى الكوزينه الشاعله فيها العافيه وهي ناعسه سكرانه وما حاسه والو. مشات الدكتوره عند نارا وسولاتها، قالت ليها بقى فيا حيت كان كيصاب، وداك الشيء علاش قررت نصوب ليه واحد الصوبه خفيفه حيت عنده القولون، ولكن غلبني النعاس وتحرقات الجميله. فاش فاقوا الدكتوره قالت لهم بلي رجعوا شويه من الذاكره وخاصهم يتصارحوا. هنا جون قال لها سمحي لي انسه نارا حيت ما كنت عارفك بلي كنتي باغيه تفكليني. قالت لي هانيه ماشي مشكل، وحتى هي طلبات منه السماحه. وهنا تصالحوا ومواتهم بجوج ما كان عاجبهم هذا الوضع هذا. هاد النتيجه بجوج بهم ما عجباتهمش حيت كانت عندهم فكره هي انهم شي ما يبقى يحمل شي ماشي يتحابوا. ومن ديك النهار غير ما زادوا تحبوا كتار بقاو كيهضروا في التليفون واتفقوا باش انهم يديروا شي خطه باش يخرجوا يتلاقاو وبلا ما تعيق بهم نامي. داكشي اللي كان لبسات نارا احسن فستان عندها، وجونغ لبست واحد الكوستيم ديال العرس بحال اللي غادي يمشي لشي عرس. قالت ليه نامي فين غادي بهذا الكوستيم وانت غادي تخرج غير الزبل، حيت هادشي دخل ليها الشك. ولكن نامي ما دات ما جابت وما عطات الموضوع اهميه بزاف. ومن بعد مشاو لهداك الستاد ديال البيسبول فين تلاقاو اول مره او فين بغاو بعضياتهم. وقالت ليه نارا كاينين بزاف ديال الحوايج حسن الانسان الا نساهم للابد. وهنا جا داك الحارس ديال البيسبول وجرى عليهم ومشاو للمطعم يكملوا القصه ديالهم. فاش خرجوا كانت الشتا، ولكن المضل ديال نارا طار بالبرد. وهنا جون قطعها المضل ديالو. وهنا نارا تفكرت ان هاد الذكرى هادي بحالها تعاودت في الماضي، فتخلعات وعطاتو تصرفيقه. ومن بعد قالت لي رد لي التصرفيقه باش تكونوا متعادلين، ولكن هو مبغاش يردها ليها وبقاو كيضحكوا. قالت لي راني تفكرت واحد الذكرى ديال انك فاش عطاتيني المضل. وهنا مشاو للبار يسهروا مع صحابهم، ونامي بقات كتسناهم في الدار مفقوصه حيت داروها بيها. وفاش رجعوا دخل معاهم واحد خينا غريب وبقى كيضحك نامي، فعطاتهم بجوج تصرفيقه. وقالت لجونغ فين هي اختي؟ قال لها ما عرفتش، انا اصلا كنت سهران مع صحابي وما شفتهاش. وسبحان الله العظيم حتى نارا دخلت هي وصحابها وجلسوا كاملين كيضحكوا منسجمين وكيتفكروا الذكريات.
ومن بعد مده كنشوف ان الام ديال نارا قررت انها تنهي هاد القصه هادي، فقالت لجونغ انت غادي تبقى هنا حيت ما عندك فين تمشي، وبنتي غادي تمشي معايا حتى يخرج ليها الطلاق. بزات على بنتها تمشي معاها وقالت ليها بلي غادي تمشي تكمل قرايتها برا وتنسى هاد الماضي. اصلا هما ما مفاهمينش مع بعضيات. نارا بغات ترفض هاد الشيء هذا لحقاش كانت كتبغي جونغ، ولكن ما قالت ليها لا مشيتيش معايا غادي نتبرى منك. فهنايا خافت نارا ومشات مع الام ديالها. في الليل فاش رجع جونغ للدار لقى نارا سولها واش نسات شي حاجه. هنا قالت ليه انت رجعت لك الذاكره ياك، كنشوف عينيك كره كبير ليا. المهم بخير حيت وليتي لاباس. ونهار الثاني مشاو للمحكمه باش يطلقوا. جون كان فرحان وهي لا. فاش رجع للدار حس بالغرابه وبدا كيتفكر ذكرياتهم الزوينه، ولقى الكره ديال البيسبول مكتوب عليها كنتمناو نبقاو ناسيين الماضي للابد. عرف باللي هي اللي كتباتها وعرف راسو تعطل تاني بالمره الثانيه. بدا كيجمع حوايجو حيت هاد الدار كلها كتفكروا بنارا. هنا دخلت الام نارا وقالت لي بنتي غتسافر مع 8:30 وانت خاصك تخرج قبل 28 دقيقه حيت انا مولات الدار. هو جالس كيتعشى مع صحابو حزين ومدمر حيت نارا عاد لقى راسو انه كيبغيها بزاف وما يقدرش يتفارق عليها. واحد صاحبو الصامت نطق هاد النهار وقال ليه راه ما حدك ما وثقتيش الطلاق في المحكمه، عندك 3 شهور تراجع فيها. ناض كيجري المطار هو وصحابو ولقى نارا داز في هذوك البيبان، ولكن بقى كيعيط عليها وكيغوت حتى وقفات وقال ليها واحد الكلام اللي مؤثر وطويل بحال كيقول شي انشاء والتعبير. ولكن هنا الصدمه هي انها كان دايره الكيد وما سمعت حتى شي كلمه من هذيك الهضره اللي قال كلها. حيت كان كاتب هذيك الهضره في يديه قال ليها واش نعاود لك من الاول، قالت ليه لا خلينا مع الصداع، المهم شفتك كضحك تاني وبسلامه عليك، دابا الطياره غادي تمشي عليا. وداك الشيء اللي كان ودعاتو ومشات من تما. خرج من المطار وهو حزين وكيشوف راسو انه ديما كيتاخر، ولكن فجاه لقاه واقفه وراه. هنا قالت ليه بلي نسات ما بلغاتش على الطلاق وماشي عاد لي يطلقوا حيت هو تفكر غير الخايب وهي تفكرات غير الزوين. فقررت انها تسنى حتى ترجع ليها الذاكره كامله ولا تسالي 3 شهور، يعني من الاخر ما بغاتش تطلق. ولهنا كنا وصلنا لاخر الملخص. كنتمنى انه يعجبكم، ما تنساوش ديروا لايك واشتراك ونتلاقاو في ملخص جديد. بسلام عليكم.